على ميعاد معاك كل ليلة. يا ترى هنطبخ ايه النهارده؟ هنعمل 6 كيلو محشي بتنجان. نبتدي. معانا مكعبين مرقه دجاج ومكعب مرقه فوريه ومعلقه ملح كبيره واربع فصوص توم، ومعانا البهارات بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، فلفل، كمون، بابريكا، كركم، 7 بهارات، كزبره ناشفه، حبهان مطحون، والخضره بتاعتنا زي ما انتم شايفين: كزبره وبقدونس وشبت متقطعين، ومعانا بصلتين صغيرين، ومعانا ربع كيلو لحمه مفرومه اهو، ومعانا شويه جبنه رومي طعمها خطير. معانا 4 حبايات طماطم او 5 حبايات طماطم هنقطعهم قطع صغيره تمام ونحطهم على اللحمه المفرومه واحنا بنحشي، ومعانا كام قرن فلفل هنقطعهم برضه قطع صغيره ونحطهم على اللحمه المفرومه مع الحشوه بتاعتنا، ومعانا كام حبايه زيتون هنقطعهم قطع صغيره ونحطهم في الحشوه بتاعتنا، هيخلوا الطعم خطير 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 خطير. ومعانا التوابل بتاعتنا ال11 بتاع الكنور، توابل الجبنه، ريحه الجبنه بتاع الكنور 2 جنيه ونص اهي، معانا كيسين، ومعانا 3 اكياس صلصه زائد الطماطم بتاعتنا، واخيرا زي ما انتم شايفين معانا 6 كيلو محشي بتنجان متقورين وجاهزين ومغسولين ومشطوفين. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. ورجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه مطبخ الكحيانين والجماعه المفلسين. سيد افندي المسكين. قطعنا زي ما انتم شايفين الزيتون، الطماطم، الفلفل، لا مؤاخذة التوم قطع صغيرة، وأخيرا الفلفل الأخضر زي ما انتم شايفين. يلا بقى جاهزين؟ وأخيرا حطينا الحلة بتاعتنا على النار ومعاها اللحمة بتاعتنا ودينا بنقلبها، ودينا بعد ما اللحمة اتشوحت ننزل بالتوابل بتاعتنا: بهارات، فلفل، شطة، كمون، ونقلب حوالي دقيقتين على النار. وبعد ما اتشوحت شوية ننزل بالطماطم وراها الفلفل ونقلب حوالي 5 دقايق لغاية ما تتشرب وتاخد لون. وبعد ما اتسبكت شوية ننزل بالزيتون. يا سلام على الريحة. ودلوقتي بعد ما اتسبكت وحسينا انها خدت 3/4 سوا نطفي عليها النار وننزل بالحلة التانية. ورجعنا لكم بحلة كبيرة هنعمل فيها خلطة المحشي. حطينا شوية زيت هنسيبهم يتفتحوا دقيقتين، ننزل بالثوم ونقلب على نار هادية لغاية ما ياخد لون بس. وادينا شغالين بنقلب الثوم والبصل ابتدى ياخد لون معانا. ننزل بالصلصة بتاعتنا ونقلب على كل ده على نار هادية زي ما انتوا عارفين عشان ناخد الطشة ناخد الريحة. نقوم نازلين بال11 بهارات بتوع كنور، ننزل بمكعب مرق الدجاج والمكعب التاني ومرق دجاج كنور فورية، دي بتدي طعم خرافة. ننزل بمجموعة التوابل بتاعتنا: فلفل، كزبرة ناشفة، كمون، بهارات. يلا بينا نقلبهم. او السر بتاعنا طعم الجبنة بتاع كنور اهو 2 جنيه ونص كيس. ابتدى الخليط ينضج معانا، ننزل بالكزبرة والبقدونس والشبت ونقلب. ننزل بعد كده بالملح، وننزل بالتركية اللي قبل الأخيرة الجبنة الرومي. يلا ونقلب عشان تدوب وسط الخليط بتاعنا. ننزل بقى بآخر تركاية اللحمة المفرومة. يا سلام. ونقلب ونقلب ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
وننزل بقى بالرز اخر حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. وادي خلطتنا كملت وابتدت تستوي على النار. هنطفي عليها وننتقل لحشو المحشي. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما نقلنا الخلطة بتاعتنا في قلب طبق وغسلنا حلتنا اهي اللي هنشتغل فيها، وجبنا اول 3 كيلو وهنبتدي نحشي ونرجع معاكم تاني. وادي الصف الاولاني اتجمع. ايه رايكم؟ بسمكم مش حاجه عظيمه؟ حاجه جميله. يلا بينا نكمل الصف التاني ونرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في حته. على قناه مطبخ الكحيانين وجماعة المفلسين، سيد افندي المسكين والمفلس دائما. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك والشير. ودلوقتي زي ما انتم شايفين ادي السطر التاني خلص. يلا بينا على السطر التالت ونرجع لكم تاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. واخيرا خلصنا 6 كيلو باذنجان باللحمه المفرومه. زي ما انتم شايفين حاجه خطيره جدا. ده نسيت اوريكم حله كمان. ايه زي ما انتم شايفين حلتين. ايه رايكم؟ اتمنى انه ينول اعجابكم. كان معاكم مطبخ الكحيانين والجماعة المثلثين، سيد افندي المسكين والمفلس دائما. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك والشير.